في بعض ضيقات تمر علينا تكون انذار من الله، جرس خطر كده ربنا بيدقه بيقول خلي بالك انت وهو، انذار من الله. الانذار اللي بيقدمه ربنا بيكون نوع من مراحم ربنا، بيدي الانسان فرصة يعيد التفكير في نفسه، يديله فرصة يراجع روحه ويهتم بأبديته. إن كان بيخاف من الإنذارات دي زي الزلزالات وغيرها فالخوف مفيد ليه. في ناس إن ما خافوش ما يتغيروش. ربنا دايما بيدي الناس إنذارات لعلهم يستيقظون. يعني أول إنذار ربنا أعطاه للبشرية كان إنذار لآدم، قال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، خلي بالك في خطورة. هو نسي هذا الإنذار ونسيته حواء، عشان كده لما نسيوه وقعوا في الخطية. ربنا قبل ما يجيب طوفان ادى إنذار، ونوح تكلم عن هذا الأمر وقال يا جماعة خلي بالكم في طوفان هيجي على الأرض، ربنا هيغرق الأرض وأنا هبني فلك وتعالوا معي. بقوا يستهزئوا بيه ولم يستفيدوا من الإنذار فهلكوا جميعا ما عدا أسرة نوح. برضو أثناء ما ربنا أراد أن يحرق سدوم اداهم إنذار، بعت 2 ملائكة يقدموا لهم إنذار فأخطأوا إلى الملائكة أو أرادوا أن يخطئوا. بعت لوط يديهم إنذار يقول لهم ربنا هيحرق المدينة، بيقول فكان كمازح في وسط أصحابه ولم يستفيدوا. إذن فوائد إنذارات ربنا دي للذي يسمع ويستفيد. دي من مراحم ربنا إنه بيقدم إنذارات. عشان كده قال قبل ما اليوم الأخير هيجي أنا هديكم إنذارات أهو. تسمعون عن حروب وأخبار حروب، تحدث زلازل، تحدث مجاعات، تحدث أوبئة، ولكن ليس المنتهى بقى، هذه مبتدأ الأوجاع. ربنا بيدي إنذارات للإنسان، بس في ناس ما بيستفيدوش، بيسمعوا كأنهم ما سمعوش. يعني نهاية العالم هو ربنا ادانا ليها انذارات. لما نقرأ سفر الرؤيا نلاقي أبواق الملائكة، كل بوق فيه انذار معين، حتى يقول لك ولما بوق الملاك السادس حدثت زلزلة على الأرض. أنا مش بقول لكم يعني الزلزلة دي هي نهاية العالم، في بلاد زي ما قلت لكم فيها زلازل أخطر من كده بكتير. لكن أنا عايز أقول إن نوع من جرس بيدقوا ربنا، جرس خطر، خلي بالكم منه. كثير من الأمراض ومن الأوبئة تكون إنذارات من الله أو صوت من الله يريدك به أن تستيقظ. سيبك من نهاية العالم، خليك في نهايتك أنت. سيبك من نهاية العالم، خليك في نهايتك أنت. جايز يجي لك مرض خطير ربنا بيصحيك يقول لك يا حبيبي استيقظ، أنت ضامن المرض ده تصحى منه ولا ما تصحاش؟ داخل عملية أنت ضامن تخرج منها ولا ما تخرجش؟ ربنا بيديك فرصة تتوب قبليه. الضربات التي وقعت على أرض مصر أيام فرعون كانت إنذارا لفرعون، يا فرعون صحصح لروحك، أديك شايف إيد ربنا قوية، ممكن تصيبك، ممكن ما تقومش منها. فكان كل مرة
تهزه الحكاية وأول ما يروح ينساها. سعيد هو الإنسان الذي إذا أتاه إنذار من الله يستيقظ لنفسه. صدقوني حتى يهوذا نفسه، يهوذا ربنا اداله إنذارات، قال لهم في واحد فيكم هيسلمني، كان خيرا لهذا الإنسان لو لم يولد. انذار. قال لهم حاجات كتيرة عن تسليمه وعن قيامته علشان يستيقظ يهوذا. ده حتى لو سلمته هيقوم، يبقى موقفك ايه؟ لكن لم يستفد يهوذا. ربنا لما أراد إنه يتصرف مع نينوى لم يضرب نينوى ضربة مباشرة، إنما بعت لها يونان قال لهم خلي بالكم، في إنذار مقدم من ربنا إن بعد 40 يوم هتضيع المدينة. فهم استفادوا من الإنذار وابتدوا يتوبوا. أو بتوع نينوى دول كانوا أحسن من بتوع سدوم وأحسن من بتوع الفلك في أيام الفلك، استيقظوا بنفسهم. احنا عايزين الناس اللي من النوع ده. أخاب الملك ما كانش من النوع اللي يستيقظ بالإنذارات، ما كانش من النوع اللي يستيقظ بالإنذارات. ولذلك لما أراد أن يخرج بالحرب قولوا المتملقين والمرائين وقالوا له أنت هتنتصر لو دخلت في الحرب، وواحد راح مركب قرنين في راسه كده وقال له هتنطح أعدائك زي القرنين دول، وابتدوا يتملقوه. فبقي ميخا ما كانش عايز يسمع ميخا، قال ميخا النبي ده ما بيتنبأش عليا بالخير، وفي الآخر قال له قول. فميخا قال له انت لو دخلت الحرب هتنهزم وهتجري من مكان لمكان. فلم يستفد الملك من العبارة دي، قال لهم خدوا الراجل ده وارموه في السجن ووكلوه أكل الضيق وشربوه شرب الضيق إلى أن أرجع من الحرب بسلام. فميخا قال له لو رجعت بسلام لا يكون الله قد تكلم على فمي، ما انتش راجع. ومع ذلك لم يستفد هذا الملك. ليه؟ انذار قدم ليه وهو مش عايز يستفيد. ما انذارات الله موجودة، لكن في حد بيسمع وفي ناس ما بيسمعوش، لهم آذان ولكنها لا تسمع. واحد يشوف المشكلة قصاده ما يستفدش. في إنسان لو أصابه فشل يستيقظ لروحه ويقول ربما الفشل ده أصابني إن ربنا تخلى عني، أرجع إلى الله مرة أخرى. لو أصابه مرض، لو جرت له كارثة يقول أستيقظ، ربما أنا ربنا زعلان مني، أصطلح مع الله، أرجع إليه. ليه؟ لأنه شاعر بنوع من التخلي، واعتبر إن هذا التخلي جزء انذار من ربنا إليه، بيقول له صح لنفسك، روق لنفسك، سيبك من السكة اللي انت فيها. جايز عقوبات الله تكون صوت من الله عايزك تستيقظ، عقوبة من الله جايبها لك. جايز عقوبة من الناس صوت ليك انك تستيقظ. جايز تعب في حياتك صوت من الله انك تستيقظ. تاخدها بزعل ولا تاخدها باستيقاظ ضمير ان هو الاحسن لك؟ ما تقعدش تزعل، فكر ازاي تروح. الوصية بتاعت ربنا برضو نفس الانذار فيها، قال انا جعلت امامكم طريق الحياة وطريق الموت،
إن مشيت في الخير هتاخد الحياة، مشيت في الشر هتروح للموت. فاختر الخير لكي تحيا. ربنا ما بياخدش الناس على غفلة، ربنا ما بياخدش الناس على غفلة. في واحد من الناس الطيبين مرة سمعته وهو بيصلي، كان بيصلي ويقول ايه؟ ما تاخدنيش يا رب في ساعة غفلة، ما تاخدنيش يا رب في ساعة غفلة. طب ازاي الواحد ما يتاخدش في ساعة غفلة؟ يفوق لنفسه. لأن في ناس بيجرفهم الطيار قاعدين يتدحرجوا من جبل يقعوا من حتة لحتة مش حاسين بنفسهم. ربنا يروح نغزه كده ويصحيه، يقول له فوق، انت فين؟ انت فين؟ فوق لنفسك. طب ما هو داوود برضه كان ماشي مش واخد باله من نفسه، جات له أبيجايل بعتها له الله لكي توبخه، تقول له لا انت هتنتقم لنفسك، فوق لروحك لئلا تصير عثرة في ضميرك تتعب منها طول عمرك لما ربنا يديك السلطان انك انتقمت لنفسك. فداود قبل هذه الكلمة من أبيجايل واستفاد وصح الروح، صح الروح. لو واحد تاني يقول لها انت مين انت اللي تيجي تنصحيني؟ لا، لو عمل كده ما كانش استفاد. ده قال لها مباركة انت ومبارك هو عقلك انك انت انقذتيني. انذار من الله يجي لك اما صوت من الله نفسه او صوت من حدث من الاحداث او صوت من واحد من الناس يقول لك خلي بالك هتضيع روحك. صوت ربنا بعته لك. ميز صوت الله. ربنا في حزقيال 3 وحزقيال 33 قال إذا أنا أقمتك رقيب على الناس، إن أخطأ واحد روحوا وانذروا، روحوا إيه؟ وانذروا. إن ما أنذرتوش يموت في خطيته ومن يدك أطلب دمه. شوفوا أهمية الإنذار. إن ما أنذرتوش يموت في خطيته ومن يدك أطلب دمه. إن أنذرته ما طوعكش يموت في خطيته وتكون أنت خلصت نفسك. ساعات إحنا نجامل الناس ونخجل منهم ونبعد عنهم الإنذار ده ونبعد عنهم النصيحة، نخاف نقول لهم لا يزعلوا مننا. طب ليه يا حبيبي؟ كل ده مفيد للناس عشان الواحد يصحى لنفسه، الواحد يصحى لنفسه. في رؤية 2 ورؤية 3 ربنا يقول لملاك كنيسة أفسس، يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، اذكر من اين سقطت وتب. كلمه. قال لملاك كنيسة ساردس، قال له ان لك اسم انك حي وانت ميت، خلي بالك من نفسك، توب. ربنا بيدي انذارات باستمرار للذين يحبون الرب ويستريحون لصوت انذاره، ويقولوا اللي بيبكيك بيبكي عليك واللي بيضحكك بيضحك عليك. اصحى لنفسك، اصحى لنفسك. لازم الواحد يلاقي انسان يصحيه لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما. عشان الانسان يحترس وعلشان يستعد، انذار ليه يقود الى التوبة ويرجعه الى طقسه الاول لئلا يكون مش واخد باله من نفسه. لئلا يكون مش واخد باله من نفسه. احيانا
الانذارات اللي تأتي من الله يكون لها نتيجة مؤقتة والواحد ينساها. كل ما يكون لها قوة، كل ما يكون لها عمق، الإنسان يصحى الروح. لما قايين زعل وسقط وجهه وهيخطي، ربنا قال له ليه سقط وجهك؟ خلي بالك عند الباب توجد خطية رابضة وإليك اشتياقها وهي تسود عليه، وإنت تسود عليه، يعني لسه ما وصلتش إنها تسيطر عليه، ما زلت أنت تسود عليه. فخلي بالك، إن أحسنت أفلا رفع. قايين ما استفادش من هذا الإنذار واستمر في سكته لغاية لما ضاع. إذا جالك مثل هذا الإنذار بعته لك ربنا عن طريق كلمة قريتها في كتاب، عن طريق توبيخ من أب اعترافك، عن طريق نصيحة من صديق، نصيحة من والديك، عن طريق حدث لك أو مرض جالك أو فشل في حياتك، افتكر عبارة الرسول اللي بيقول: إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. خلي قلبك مش قاسي. في واحد تقول له السكة اللي انت ماشي فيها دي مش مظبوطة، اصحى لنفسك. يقول ليه فلان بيكلمني بالاسلوب ده؟ ليه ما يراعيش شعوري؟ الله، يراعي شعورك ويطبطب عليك وتضيع، يبقى استفدت ايه؟ ده اللي بيراعي ابديتك احسن، ابديتك احسن. ربنا ساعات يسمح ان احنا نقاسي شوية علشان ابديتنا. مطلوب من الابوين انهم يخلوا بالهم من عيالهم. الام عايزة تكسب محبة ابنها تقول ما زعلوش ابدا، يغلط ما زعلوش لغاية لما يضيع الواد ويفسد. وربنا يقول لها كان اصول انك انت تنبهيه، كان اصول انك انت تنصحيه، كان اصول تقولي له السكة دي مش صح يا حبيبي، خلي بالك من روحك. وهكذا كل شخص مسؤول مفروض ان هو ينذر غيره. ده بولس الرسول وبخ اهل كورنثوس لانهم لم ينذروا الخاطئ اللي هناك، وقال لهم كان يجب ان كنتم تعزلوا الخبيث من وسطكم. اول ما ادوله هذا الانذار ابتدى يبكي ويتعب ويرجع لروحه، وكان مفيد ليه هذا الامر. يعني ساعات العقوبة تكون نوع من الانذار، العقوبة تكون نوع من الانذار وتكون مفيدة للإنسان اللي بيدور على خلاص نفسه. احنا عايزين كل واحد يروق لنفسه ويستفيد من كل حاجة بتحصل له. ربنا أرسل المعلمين عشان ينذروا الناس، أرسل الأنبياء علشان ينذروا الناس، أرسل الكهنة علشان ينذروا الناس. يقول له حاسب يا حبيبي، السكة اللي انت ماشي فيها دي غلط، خلي بالك من روحك. بيسمح ان تحدث بعد الكوارث انذار للناس. في واحد لا ما تتوبوش عزة ولا 10، لكن تتوبوا يلاقي الكرسي بيتهز تحت منه والترابيزه اللي قصاده بتروح يمين وشمال، يقول لا يا رب، لا ده انا من اول دلوقتي هتصلح، من غير عزة.
عارف الترابيزه اللي بتتحرك قصادك دي بتديك عظه حركيه للي يصحى الروح، للي يصحى الروح. الايدز اللي جه للعالم ده مش انذار من ربنا؟ ما هو في ناس ما تصلحتش اخلاقهم، جاب لهم المرض ده، عمرنا ما سمعنا عنه قبل كده، لكن انذار الهي، انذار بيتكلم عنه الاطباء. السرطانات انذار الهي، ولذلك كتير تلاقي واحد اصيب بالمرض ده يبتدي يصحى لنفسه ويتوب، وربما عشرات الكتب الروحيه ما تتوبوش، لكن تحليل من النوع ده يتوبه. ربنا بيحاول بانواع وطرق شتى يجذب الناس اليه، بانواع وطرق شتى، حتى بالامراض عشان الناس يفوقوا لنفسهم. في انسان لما تجيله انذارات الله يتذمر ويشكو ويعاند ويهدد ويصف ربنا بعدم الرحمه وبالقسوه وبانه. طب يا حبيبي، ده انا بعمل لك كده لاجل خلاص نفسك، ليه انت تفكر في كده؟ مش صح. ساعات انسان يجي له انذار من ربنا لكن شهوة قلبه تضيع تأثير الانذار. طب شوفوا، خدوا مثلا شرب السجاير، تلاقي اعلان كبير كده موجود في مجله من المجلات عن السجاير، وتحت منه الصحه العالميه بتقول ان التدخين مضر للصحه، ويقراها ويقول له طب هات لي علبه من النوع ده. جرالك ايه؟ شهوه التدخين اللي عنده اكبر من الانذار اللي بتقدمه الصحه العالميه. او يحاول يبرر، يقول لك ويه يعني، ما ناس كتير يعني بيشربوا سجاير، يعني جرالهم ايه؟ انت ما تعرفش ايه اللي جرالهم لانك ما كشفتش عليهم، لكن هم عارفين ايه اللي بيجي لهم من ضيق النفس وايه اللي بيجي لهم من التعب، وصحته مش زي الاول، لكن بيحاول انه يبرر. في انسان بيضيع قيمة الانذارات بالتراخي والكسل، يقول طيب حاضر، طيب بعدين، طب مش دلوقتي، طب نفكر في الموضوع، طب أجل الحكاية شوية لغاية لما تروح منه. هو فيليكس الوالي لما سمع كلمة من بولس الرسول وارتعب فيليكس لما سمع بولس بيتكلم على البر والدينونة والتعفف، نغزة من ربنا ليه؟ ما استفدش منه. قال له طب بعدين ان حصل لي وقت استدعيك. ان جالك انذار ربنا ما تحاولش انك انت تقول بعدين. طول أناة الله انما تقتادك الى التوبة، مش طول أناة الله تخليك تتراخى وتتكاسل. لا، ما تجيش الحكاية دي. ربنا بيكسب بعض الناس بالحب وبيكسب بعض الناس بالعقوبة. كل واحد له طريقة تجيبه لربنا. في حياة كل إنسان صوت الله بيبان. يعني أجيب لكم مثل عجيب جدا. خدوا شمشون. ده شمشون ده صدقوني عقدة بصراحة. انذارات ورا بعضيها كده ومفيش فايدة فيه. بيحب دليل، طب حبها، وبعدين جات له دليل قالت له لو كنت بتحبني بصحيح قول لي سر قوتك. ما يفهمش هو الحكاية دي.
قال لها لا، ده انا سر قوتي لو ربطوني ب7 حبال ابقى زي ضعيف زي بقيه الناس. راحت ربطته ب7 حبال وندهت لقى اعدائه طبوا عليه، فقام وفرتك الحبال. طب عرفت ان البنت دي خاينه، وعرفت انها بتسلمك لايدي اعدائك، فوق لنفسك ما فيهاش. قال لها لو جابوا خيط طيل مش عارف ايه وعملوا معاه ابقى زي بقيه الناس. قالت له ها، هجموا اعدائه عليه. طب ده تاني مره يا حبيبي، وظهر لك انها بتجيب لك اعداء ولا بتحبك ولا حاجه، واديك شايف واللي حصل لك برضه ما فيش، لغايه لما اتفقعت عينيه. استفدت يا شمشون؟ اهو جالك كذا انذار من ربنا، لا تقول ما كنتش عارف ولا كنت مخدوع في البت دي، دليل ابدا. مخدوع في ايه؟ لما ظهرت على حقيقتها من اكتر من مره. في ناس بيبقوا مش داريانين بروحهم، الخطيه ولا الغفله مخليهم في حاله لا شعور ولا حس ولا حكمه ولا عقل، زي شمشون خد له عقوبه عشان يتعدل. من امثلته ايضا بالعام نداه له الملك عشان يلعن الشعب. في السكه حدثت المعجزه بتاعت الاتان او الحمار بتاع بلعام. طب تستيقظ يا بلعام؟ استيقظ، ده انا لو جابوا لي كل كنوز الارض مش ممكن اقدر العن الشعب. طب وباين الملك على حقيقته. فضل لغايه لما دور له على حيله مخفيه ينفذ بها رايه وياخد اللي هو عايزه. طب كل الحاجات اللي قصادك، وشاف رؤى عجيبه ونبوءات عجيبه واتكلم كلام عجيب، ومع ذلك لم يستفد اطلاقا، لان جواه شهوه بتمنع كل انذار، رغبه معينه داخل القلب. كل اللي بيجي من بره بنرفضه. ليه؟ من اجل رغبه القلب. الله دائما يرسل لأولاده انذارات علشان يرجعهم إليه. الإنسان الحكيم قلبه لا يبطئ، يسرع على طول، من أول خبطة يقوم وبسرعة، ما يحتاجش الكلمة تاني وكلمة تالت وكلمة رابعة، يكفي كلمة واحدة كده، يكفي حاجة بسيطة من ربنا، يكفي لمسة إلهية يخليه يفوق لنفسه. هو لازم يعني ربنا يستخدم معاك الكرباج عشان تمشي صح؟ لازم يستخدم معاك الضربات الثقيلة عشان تمشي صح؟ أقل حاجة بسيطة، القلوب الحساسة اللي تستيقظ بسرعة. الابن الضال أول ما لقى نفسه عايش في عيشة وحشة ابتدى يفتكر كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهل الجوع. ما احتاجش إلى حاجات أكتر من كده، كفاية كلمة بسيطة كده. طب أقول لكم حاجة عجيبة عن لوط ساب إبراهيم وراح سدوم، وأهل سدوم كانوا وحشين جدا، لدرجة أن معلمنا بطرس الرسول بيقول على لوط: كان الرجل البار يعذب نفسه بالنظر وبالسمع كل يوم من تصرفات الناس الأشرار. طب استيقظت لنفسك يا لوط؟ لا. بعد كده ربنا عمل ما هو أشد، فسبي أهل سدوم كلهم في حرب قدر لعومة، وكان لوط أحد المسبيين. ولما إبرام سمع أن أخاه لوط قد سبي جمع رجاله المدربين وأنقذ لوط. هي بعد ما أنقذك يا لوط ترجع لعشرة إبراهيم؟ لا، أرجع لسدوم.
ده انت حكايتك حكاية. رجع لسدوم لغاية لما ربنا قال له هيحرق المدينة، وهو نفسه بقى ينزل الناس، ومع ذلك يقول له اخرج من المدينة، مش عايز يخرج. الملائكة بقوا يزقوه كده، يستعجلوه، بيقولوا كانوا يستعجلوه ويزقوه لغاية لما خرج بالعافية. وخرج مفيش حاجة خالص، فقد كل شيء. برضه ربنا ما سابوش، هو ده الانذار الاخير. اعرف ان ربنا عايزك، ربنا عايزك ويريد ان الجميع يخلصون، وبيقدم لك وسائل كثيرة جدا، وبيتكلم في ودانك بانواع وطرق شتى، انواع وطرق شتى. ده أنبا أنطونيوس ما سمعش يا دوبك كلمة كده بسيطة أراها أو سمعها في قرايات الكنيسة: إن أردت أن تكون كاملا اسبع كل مال. يا ما احنا كلنا بنسمعها، مين اللي بينفذها؟ ضربت في مخه، قال بس هو ده اللي أنا أعمله. أرجو أن كل إنسان يكون حساسا لصوت الله حينما يكلمه، يكون حساس لصوت الله ويقول له أنا يا رب معاك، افعل بي ما تشاء. اتفضلوا نصلي.